بعيدا عن الاسباب المرضيه اللي بتقلل الحرق، بس لو معدل نزولك في الدايت صح ومظبوط، لو انت مش بتتخن بسهوله، وكمان ممكن نعمل انبادي يدينا تقريبا كده حرقنا قد ايه. هو عامه الحرق الصبح بيبقى احسن من بالليل، لكن اللي عنده عضلات كتيره بيحرق الصبح وبالليل اعلى من اي حد تاني. بعد 9 ساعات ما بيعدوا، حرقك بينزل للمستوى اللي كان عليه قبل كده، اللي هو برضو مع الوقت هيزيد طول ما انت بتلعب رياضه، فتسوين وين سيتويشن. هو مش لازم خالص، لان مش كل حاجه هتناسبك. انا عن نفسي بفضل ان احنا نستخدم مثلا حاجتين تلاتة، وبعد كده ما الجسم يثبت نجددهم بحاجتين تلاتة تانيين، وهكذا. نوع الاكل وتوقيت الاكل، الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان تنزل، لان في سيستم هرمونات متحكم كمان في الجسم، مش بس عدد سعرات والسلام. لو في اي امراض اللي هي بتقلل الحرق اللي اتكلمنا عليها نعالجها، انما الحاجه الصحيه اللي هتعلي الحرق بالذات كل ما تكبر بلا منازع الرياضه. الحلويات هي اكتر حاجه بتطلع هرمون الانسولين، هيطلع بسرعه وعالي، هيخزن دهون، واما يوطى تاني بسرعه هتجوعي جدا اكتر من الاول، وهكذا. قلل النشويات جدا ومنع الدهون والجانك فود، فاكهه، خضار، بروتينات، مكسرات نيه، مالتي فيتامينز، نامي كويس وشربي ميه كتير، كل ده هيكون تمام. هو السؤال ده اعتبرته سؤال خبيث شويه. هو ملوش دعوه بالدايت. هي يا ريت طبعا تبطل تدخين لانه مضر، ومش شرط يفتح نفسك قوي على فكره بعد ما تبطله يعني. هو زي صيام رمضان بالظبط، بس الفرق بشرب ميه، قهوه من غير سكر، شاي من غير سكر، مفيش سعرات حراريه، والمده من 8 ساعات ل 16 ساعه تقريبا. وما تبدا تاكل بتاكل السعرات الحراريه المتاحه ليك في اليوم، بس لازم يكون اكل صحي ومتنوع، خضار، فاكهه، بروتينات، وقلل قوي النشويات والدهون والسكريات طبعا ممنوعه. ليه فوائد في الدايت طبعا، ان هو بيطلع حاجه اسمها جروس هرمون، فده بيساعد على الحرق الدهون، وبيلخبط الجسم الثابت فيقدر بعد كده ينزل. غير انه مريح للجهاز الهضمي، بس هو فعلا بيعلي المناعه وبيقلل حدوث امراض كتير قوي. الجروس هرمون ده بيخلينا شباب فتره اطول، ويجدد الخلايا ويحسن وظائف المخ. مفيد جدا لمرضى السكر النوع التاني عشان بيحسن حساسيه الجسم للانسولين، بس المرضى النوع الاول اللي هم بياخدوا انسولين لازم يستشيروا الطبيب الاول. وممكن نضرب عصفورين بحجر، يعني نعمل عكس رمضان، يعني من اول ما المغرب يأذن مثلا ما ناكلش حاجه لغايه تاني يوم، بتبقى عاده، وفي نفس الوقت بنعمل صوم متقطع. مش شرط ينفع كل الناس يعني، بس لو حد عنده مرض بياخد علاج طبعا لازم يستشير طبيب اول. واحده حامل بترضع مش كله ينفع معاه صوم متقطع. أهمية فيتامين دي مش بس عشان العظم والكالسيوم والحاجات دي، ده هو ده الفيتامين الوحيد اللي بيشتغل كهرمون، ومن هنا تيجي أهميته. لو مش بتخس بسهولة، لو المناعة عندك قليلة، لو عندك وجع في العظم أو العضلات، لو عندك تقلبات مزاج أو اكتئاب، أو طول الوقت حاسس إن أنت مجهد وتعبان مرهق، لو عندك مشاكل في الهضم. أنا هحط صورة لسناب الجاي وأوريك جمع الأعراض يعني مع. لو شكيت إن أنت عندك نقص فيتامين دي، روح اعمل تحليل طبعا عشان نعرف أخباره إيه. وهناخد دواء طبعا، بس هيبقى في أكل لازم نركز عليه. التعرض للشمس والاكل الكويس مع الدواء هيحسن مستوى فيتامين دي. هحط لكم السنابه الجايه صوره مجمعه للاكل الغني بفيتامين دي. حتى لو كنت بتاخد النوع الفعال من فيتامين دي، لو فيتامين دي 3 كدواء، التعرض للشمس مهم جدا من غير واقي شمس وبطريقه مباشره، مش من ورق ازاز. وعشان الاستفاده الكامله من فيتامين دي لازم معاه كالسيوم، مغنيسيوم، فيتامين كي 2. بالنسبة للكالسيوم مش لازم منتجات ألبان بس، ده بالعكس، ده في حاجات تانية فيها كالسيوم أكتر من منتجات الألبان، الناس ما بتحبش منتجات الألبان زي السمسم والورقيات. هحط لكم السناب الجاي، وهحط لكم كمان مصادر المغنيسيوم وفيتامين كي 2 في السنابات الجاية. والدواء بتاعكم احرصوا ان يكون فيه العناصر دي كلها. واللي ما شافش السنابس بتاعت ازاي تعلي الحرق هيلاقيها على قناه اليوتيوب دي، بليز اعملوا سبسكرايب هناك، والسنابس بتاعت النهارده هتنزل ان شاء الله. ولو عجبتكم وروا لغيركم، وشكرا على وقتكم.